في الحلقة الأولى شفنا كيفاش بدا الطيران في المغرب مع الفترة الاستعمارية، من المناطيد للطائرات العسكرية وحتى أولى الخطوط البريدية. دابا غادي ندخلوا لمرحلة جديدة، مرحلة السيادة وبناء طيران وطني مغربي. قبل ما نتكلموا على الخطوط الملكية المغربية خاصنا نطرقوا لهاد الحروف اللي كنشوفوهم في الطائرات المسجلة في المغرب، كاملين كيبداو بالسي 1944. اتفاقية شيكاغو غادي تأسس المنظمة العالمية للطيران المدني اللي وزعت على كل دولة واحد البريفيكس خاص بها لتسجيل الطائرات. المغرب حصل على الرمز سي ان اللي كيتنطق شارلي نوفمبر، واخا ما كاينش دليل قاطع على سبب اختيار هاد الحروف بالضبط، ولكن كنرجحوا انه تخاد من التتمه ديال اسم الشركه كومباني ناسيونال دو ترونسبور ايريان. هذا الرمز ماشي غير حروف ولكن رمز ديال السياده الجويه، وكيعني بلي هاد الطائره خاضعه للقوانين المغربيه في المطارات. 1957 زادت الشركه اللي غادي تولي اليوم هي الخطوط الملكيه المغربيه، والتفاصيل كنا شفناهم في الحلقه اللي فاتت. البدايات كانت بطائرات بسيطه دي سي 3 دي سي 4 ال 749 ديال لوكهيد مارتن والكارافيل. في 1969 لارام غادي تدوز اول طلبيه باش تاخذ البوينغ 727، وفي 1975 غادي تولي اول شركه افريقيه كتفتح خط جوي عابر للمحيط متوجه لريو دي جانيرو، وكانت اول شركه عربيه كتشغل خط مباشر لنيويورك، كانوا كيستعملوا فيه بوينغ 707 مكترث من عند اير فرانس. في اواخر السبعينات الاسطول غادي يعرف تطور كبير، طائرات الكارافيل خرجت من الخدمه ودخلوا بلاصتهم طائرات البوينغ 737، وزادت اول طائره بوينغ 747. في الثمانينات والتسعينات رويال اير ماروك غادي تدخل البوينغ 757، وغادي تكون اول شركه افريقيه كتستعمل هذه الطائره. المميز هو انه اول نسخه وصلت للمغرب في رحله مباشره من سياتل للدار البيضاء، وهادشي كان رقم قياسي انذاك لهذا النوع بالضبط. مع مرور الوقت طائرات البوينغ 707 والبوينغ 727 غادي يخرجوا تقاعد باش يخليو بلاصتهم لطائرات جديده بحال طائرات البوينغ 737 داش 400 او 500، الطائرات اللي كانوا اكثر اقتصاد في استهلاك الوقود. في الالفينات جات التجربه ديال الايرباص، وبالضبط عائلات الأ 320. بزاف ديال الناس كيسحب لهم بلي الخطوط الملكيه المغربيه عمرها خدمات بالايرباص، فكره اللي غالطه. الا بغينا نتكلموا غير على الطائرات ايرباص اللي حملوا الصبغه ديال الخطوط الملكيه المغربيه، فكاين طائرات أ 321 وطائرات أ 320، واخر وحده كانت مكترث من عند الخطوط التونسيه لمده تقريبا سنتين. لارام خدمات حتى البوينغ 767 واللي استغنات عليها مع الوقت، وبقات غير وحده ديال الشحن. اما دابا فالاسطول ديال الخطوط الملكيه المغربيه متكون من البوينغ 737 ان جي والماكس للرحلات المتوسطه الداخليه منها والخارجيه، البوينغ 787 المعروفه بالدريم لاينر للرحلات البعيده، ولا تي ار 72 والامبراير 190 للرحلات الداخليه والجهويه. كاين حاليا انباء عن توجه الشركه مستقبلا لاقتناء طائرات من ايرباص، وبالضبط الايرباص A 220 اللي درنا عليها فيديو تقدروا تدخلوا تشوفوه. اليوم الخدمات ديال الخطوط الملكيه المغربيه ما كتوقفش في انها تنقلك من نقطه الف لنقطه باء، لاننا كنتكلموا على مجموعه جويه كتضم فروع في مختلف المجالات ديال النقل الجوي، الشحن، الصيانه، الخدمات الارضيه، الاطعام والتكوين. اولا كاين رويال اير ماروك كشركه الام كتامن الرحلات الدوليه المتوسطه منها والبعيده، والفرع ديالها الرام اكسبريس المختص في الرحلات الداخليه والجهويه، ومن اللي كيستعملوا طائرات الامبراير ولا تي ار. ثانيا كاين الرام كارغو اللي كتكلف بنقل البضائع جوا، سواء في بطن طائرات تجاريه او عبر طائرات مخصصه للشحن بحال البوينغ 767. في مجال الصيانه كاين مركز ايروتكنيك اندستريز في الدار البيضاء، هو مشروع مشترك بين رويال اير ماروك واير فرانس اندستريز مختص في صيانه الثقيله ديال الطائرات بحال السي تشيك والدي تشيك ديال طائرات البوينغ 737 والايرباص أ 320. كنا درنا فيديو على الصيانه بالتفاصيل، تقدروا تدخلوا تفرجوا له اذا بغيتوا تعرفوا اكثر. كاين كذلك اطلس ملتي سيرفيسز واللي هي شركه تابعه للمجموعه كتكلف بالموارد البشريه وتوفير الكفاءات لمهن الطيران لحساب المجموعه. في مجال الاطعام الجوي او الكاترينغ كاينه شركه اطلس سيرفير، شركه الرام هاندلينغ كتقوم بالعمليات الأرضية وكتقدم الخدمات ديالها للشركة الوطنية وشركات أخرى في المطارات المغربية. أما بالنسبة للتكوين فكاين الرام ترينين سنتر اللي كيوفر تكوين الطيارين التقنيين وطاقم الطائرات، بالإضافة لشركة كازا ايرو اللي جات من شراكة بين الخطوط الملكية المغربية وبوينغ، وهو مركز تدريب مجهز بأجهزة محاكاة طائرات البوينغ 737 الكلاسيك والان جي. هذا كان ملخص صغير على تاريخ الخطوط الملكية المغربية.
الى عجبك المحتوى ما تنساش دير لايك، تعلق وتشترك في القناه. الفيديوهات اللي كيبانوا قدامك عندهم علاقه بهذه الحلقه تقدر تتفرج لهم باش تعرف تفاصيل اكثر.